في رحلة الإيمان اللي هنكمل النهاردة مع نبي عظيم عاش في قوم غريبين، وكان بيحاول بكل حب يهديهم للطريق الصح. ده كان سيدنا لوط عليه السلام. ماما، هو كان عايش فين؟ سيدنا لوط يا حبيبتي كان نبي صالح، وكان ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وربنا بعته لمدينة اسمها سدوم اللي كانوا بيعملوا في أفعال مش كويسة خالص. أفعال وحشة زي إيه يعني؟ يعني كانوا بيعملوا حاجات حرام ورفضوا يسمعوا كلام سيد، وكانوا بيؤذوا الناس الطيبين، وما فيش حد منهم كان بيخاف ربنا غير حد قليلين. يعني هو كان بيحاول ينقذهم ويغيره؟ يا روحي، سيدنا لوط تعب معاهم سنين يحذرهم، وكان قلبه مكسور عليهم. مسكين قوي. وفي يوم ربنا أرسل ليه ملايكة على هيئة ضيوف، ودخلوا سيدنا لوط، وكان شكله قلقان وخايف عليهم من شر أهل سدوم. طب عمل إيه؟ الملايكة طمنوا احنا جينا نعذب القوم الظالمين، وربنا أمر سيدنا لوط إن ياخد عيل يخرج بالليل من المدينة وما يبصوش وراهم أبدا. وفعلا سيدنا لوط خد أسرته ومشي بسرعة، بس وبصت لورا وكانت نهايتها حزينة. طب ليه بصت؟ كان لازم تسمع الكلام. عشان بتي إن طاعة ربنا بتحمينا من كل شر، فلازم نسمع كلام ربنا، لأن أكيد هو الخير لينا حتى لو احنا مش عارفين. بعد ما خرج سيدنا لوط ومن معاه ربنا دمر مدينة سدوم كاملة عليهم، ونجا سيدنا لوط والمؤمنين اللي معاه. لله إن ربنا نجاهم. الحمد لله. دايما درسنا من قصة سيدنا لوط هي الطاعة والصبر وعدم الاستسلام للخطأ مكان. وجينا لسؤالنا وأهم فقرة، وسؤال النهاردة: مين كان ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وعلى فكرة هديك اختيارات، واختياراتنا: سيدنا يوسف، سيدنا لوط، سيدنا إسماعيل. اللي شاطر فيكم هيعرف يجاوب يكتب في تعليقات. أشوفكم، مع السلامة يا حلوين.